السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم فيديو جديد ووصفه جديده كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم يا ربي. وما نساوش نصليو على افضل خلق الله عليه افضل الصلاه والسلام. هنا غادي نحضروا مع بعض واحد كيكه بكريمه زوينه وسهله. كنبداو بسم الله على بركه الله. في واحد الاناء ما نساوش نضيفوا قرصه ديال الملح، كنضيفوا بيضه كامله. البيضه كتكون بدرجه حراره المطبخ، يعني كنخرجوها من الثلاجه من قبل. كنضيف هنا نص كاس ديال السكر سنيده. الكاس اللي عبرت به هو كاس العنبه اللي غنعبر به جميع المقادير. كنخلط مزيان هاد البيض والسكر حتى كتذوب لنا سنيده، وكيتجانسوا المكونات مزيان مع بعض كما كتشوفوا. غير ما تنساونيش من لي لايك والبارطاج فضلا وليس امرا لتعم الفائده. صافي كنخلط المكونات مزيان مع بعض كما قلت لكم حتى كيتبدل هذاك اللون. هنا غنضيف للتنسيم غنضيف هنايا مبشور البرتقال اولا فاني، نتوما واش كتحبوا. غنضيف هنا نص كاس ديال الزيت، واي مكون ضفناه كنخلطوه كما كتلاحظوا. كنخلط المكونات مع بعض وكنضيف نص كاس ديال الحليب حتى هو يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونش بارد. كنخلط مزيان ومن بعد غنضيف الدقيق. غنضيفوه بالتدريج، غنضيف في الكاس الاول والدقيق يكون مغربل. هنا غنضيف الخميره، غنضيف خماره ونصف. غنضيف الخماره الاولى والثانيه غنضيف النصف ديالها كما غادي تشوفوا. غنضيف غير النصف فقط. صافي هنا كنخلط مزيان هاد المكونات هادو حتى كينسجموا مع بعض. صافي كنبقى مستمره نخلط هاد المكونات هادو مع بعض كما غادي تشوفوا. غادي نضيف الدقيق المتبقي، نص كاس ديال الدقيق المتبقي، في المجموع كاس ونصف ديال الدقيق اللي هزات لي. صافي غادي نخلط مزيان هاد الدقيق هذا مع بعض. هاد الكيكه هذه كتجي زوينه بواحد الكريمه غزاله واقتصاديه في نفس الوقت، غير جربوها. صافي كتجي على هاد الشكل هذا، الخليط كيكون على هاد الشكل هذا. صافي هنا كناخذ هاد المول هذا العجيب كندهنوه بالزبده، وكنهز هاد الخليط هذا. كناخذ واحد سباتيلا وكنجمع بها هذاك الخليط وكنهز يدي الفوق وكنخوي كما غادي تشوفوا. على هاد الشكل هذا غادي نخوي الخليط ونحاولوا نوزعوه في المول كامل. كنتمنى تجربوا هاد الكيكه هذه وتنال الاعجاب ديالكم. هنا كنخبط المول واحد الخجوج خبطات وكندخلها للفران طيب، حتى كطيب عاد نوجدوا الكريمه. كنحتاجوا ليها 2.5 كيسان ديال الحليب اللي كنضيف ليهم معلقه ديال الدقيق اولا المايزينا. انا ضفت غير الدقيق. غنضيف هنا السكر 2 معالق. السكر كيبقى حسب الذوق. صافي كنخلط هاد المكونات على البارد حتى كيذوب هذاك الدقيق. كنخلطوه مزيان عاد كنحطوه فوق النار. هنا كنحطوه فوق النار مع التحريك المستمر، ضروري ما تغفلوش عليه باش هذاك الدقيق ما يلصقش هنا في قاع الكاسرونه. كنبقاو مستمرين في التخلاط حتى كتعقد. ضروري من التخلاط كما قلت لكم. صافي على هذا الشكل هذا كنبقى نخلط فيها حتى كتعقد لي ديك الكريمه. وانتي اختي كنقول لك ملي وصلتي لهنا ما تنسينيش من ديك اللايك. الله يجازيك بخير. هنا من بعد ما عقدت لي الكريمه
كنحيدها من فوق النار، كنضيف لها الدانيت ديال الكراميل كما كتلاحظوا. غادي نخويه في هذاك نخويه على الخليط. والكيكه تلاحظوا كيفاش جات محمره زوينه. صافي كنخوي هاد الدانيت هذا وكنخلط مزيان المكونات حتى كينسجموا مع بعض. هنا صافي كنخلط مزيان هاد الدانيت هذا مع الكريمه حتى كينسجموا، وكنخويه فوق الكيكه. صافي هنا كنخويه فوق الكيكه ونخليها فوق سطح العمل حتى كتبرد، عاد ندخلها للثلاجه حتى كتشد الكريمه في راسها وتبرد مزيان. والتزيين كيبقى اختياري، انا دورتها غير بالكوك من الجناب، نتوما كتذوقوها باي حاجه عندكم نتوما اللي بغيتو. انا درت غير الكوك من الجناب. دابا غادي نخليها فوق سطح العمل حتى كتبرد شويه، عاد ندخلها للثلاجه وغادي ندير لها شويه الكوك على هذا الشكل من الجناب وكنقطعها معكم. كنتمنى تعجبكم.